السلام عليكم ورحمة الله. أسوأ جيل في بداية الأهلي، أسوأ جيل مر على الأهلي من سنين طويلة أوي. يعني ما كناش نحب إن احنا نقعد محروق دمنا كده النهاردة، وقاعد عمال تستنى في نتيجة الزمالك وتستنى في نتيجة بيراميدز. يعني بصراحة والله ما في كده، ما فيش كده بصراحة خالص. إن أنت تفضل قاعد لحد آخر ماتش وتستنى عشان الزمالك يتعادل ولا يتغلب، تستنى عشان بيراميدز يتعادل ولا يتغلب، وفي الآخر بتروح الكونفدرالية اللي انت ما رحتهاش بقالك تقريبا 23 سنة، عشان في الاخر السنة الجاية تشارك في كونفدرالية. يعني بصراحة الجيل ما فيش بالسوق ده بصراحة. والجيل اللي موجود دلوقتي في الاهلي فعلا هو الجيل ده يستحق كونفدرالية، ما يستحقش لا دوري ابطال ولا يستحق كاس عالم بصراحة يعني. يعني هنقول ايه؟ هنقول قدر الله ما شاء فعل، خلاص اللي حصل حصل. لازم بقى تجهز للموسم اللي جاي بشكل كويس، تنسى العك اللي انت عكيته كله السنة دي، من صفقات لمدير فني لمهاجمين ما قدرتش مشيتها وما قدرتش تعوضها تاني في انتقالات يناير. مشيت حد زي وسام ابو علي، جبت مروان عثمان، وجبت كاموش ولا كامويش ده. يعني بصراحة مش عارف العك اللي كان داير من اول الموسم ده، معرفش ايه سببه. الدنيا كانت ماشية، كان موجود سيد عبد الحفيظ، كان ممشي الفرقة كويس. قعدت اتنخرب في الفرقة لحد ما ضربت مفك في الفرقة في الحتة الإدارية بوظتها. كان موجود عندك وسام أبو علي، برضك مشيته ورضخت للوكيل بتاعه مشيته. هل انت عوضته بحد تاني؟ ما عوضتوش. جبت اتنين مهاجمين أسوأ من بعض، وانت بتشارك في دوري أبطال، بتشارك في الدوري العام، بتشارك في كأس مصر. النتيجة بتطلع موسم صفر، تطلع موسم صفر السنة دي. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم فيها برضو طبعا احنا شايفين الافراح بتاع الزملكاوية شغالة. والله دوري مشبوه للزمالك السنة دي، دوري مشبوه، من حكام لاعلام لحاجات كتير جدا يعني. ده احمد بالحاج النهارده في ضربة الجزاء اللي هو ضيعها، بيغمز لعواد على يمينه، بيقول له ان انا هحطها لك على يمينك يعني. دوري مشبوه. وبعدين انت ليك نفس اصلا تفرح ازاي وانا كسبانك دور اول 2-0، كسبانك دور تاني بالتلاتة، كسبانك في السوبر في بداية الموسم برضو 2-1. ليك نفس تفرح ازاي يعني؟ بس افرح حقك مش مشكلة يعني. سنة وبتعدي ودوري بيجي كل 10 سنين، فما فيش مشكلة يعني، عادي يعني. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم فيها برضو النهاردة محمود وفا. محمود وفا اللي لغى ضربة جزاء للأهلي قدام سيراميكا. ضربة جزاء اتحسبت بعدها يمكن 100 مرة في ماتشات، في دوري انجليزي، في دوري ابطال اوروبا. النهارده محمود وفا كان بيحكم ماتش في كاس العالم في دوري ابطال، كان بيحكم النهارده في كاس افريقيا اللي هي الناشئين تحت 17 سنة. ضربة جزاء زي بتاعة سيراميكا بالظبط، ما كملش 10 ثواني ورجع احتسب ضربة الجزاء. ضربة الجزاء دي كانت تخلي الاهلي كان متساوي مع الزمالك. كنت تدخل ماتش النهارده، تدخل انت والزمالك زي بعض، تكسب النهارده تاخد الدوري. لكن هو ضيع عليك الدوري بالفجر بتاعه. طبعا احنا عارفين ان هو راجل زملكاوي يعني، من كفر الشيخ، واخوه زملكاوي. راجل بيكره الاهلي. بس هنقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، واللي حصل حصل. وإدارة الأهلي، إدارة الأهلي انت بعد العك اللي عكيته السنة دي ده، مطالب ان انت تصلح الدنيا دي السنة اللي جاية، في الانتقالات اللي جاية. واحد زي تروب، احنا سمعنا كمان له تصريح النهارده بعد الماتش، بيقول لك ان انا مكمل في الاهلي عادي، مكمل ليا موسمين لسه مع الاهلي، وحطيت لهم تصور للموسم الجديد. يعني الراجل ده كده لسه قاعد في ارابيزنا، الموسم اللي جاي لسه. طب ازاي واحنا طلع كلام من فترة، الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبله، ان انت خلاص خلصت مع الراجل دوت، اديله 3 شهور شرط جزائي وهيمشي؟ ازاي الراجل ده طلع النهارده بيقول ان هو لسه مكمل معاك للموسم اللي جاي، ومضيع لك السنه دي كل البطولات المحليه، مضيع لك دوري الابطال؟ انت هتخليه لسه هيكمل الموسم اللي جاي، يضيع لك الموسم اللي جاي كمان؟
هل ده ينفع؟ انت مطالب دلوقتي المدرب ده لازم تمشيه. زي ما انت عكيت الدنيا في العقد بتاع الراجل ده، زي ما عكيت الدنيا في قبله عقد ريبيرو، زي قبله برضو كولر. بالنسبة للعقد بتاعه العقد بتاعه يعني، بصراحة الراجل ده والله ما كان يستحق ان هو يمشي. احنا الراجل ده ظلمناه كتير. في الفترة الأخيرة الأداء ما كانش أحسن حاجة، وجينا عليه كتير بصراحة. بس هو كان أفضل من اللي جوه دول كلهم بمراحل يعني. فأنت دلوقتي لازم مدرب أجنبي. إذا مش هتجيب مدرب أجنبي كويس زي كولر، زي جوزيه، زي موسيماني، لا يبقى مدرب مصر. تشوف حسام البدري تخلص الشرط الجزائي بتاعه مع الفريق الليبي وتجيبه. انما هتجيب لي مدرب تاني ومشروع ومش مشروع والكلام ده وعمال بتضيع في الموسم ده، ما ينفعش. وجمهور الاهلي مش هيستنى كمان حرق الدم بتاع الموسم اللي موجودة السنة دي. جمهور الاهلي مش متعود ان يطلع بموسم صفر. انت خدت السوبر في بداية الموسم، بس احنا مش بنعتبرها البطولة الجامدة. البطولة الجامدة للجمهور الاهلي هي دوري الابطال، الدوري العام، والصعود لكاس عالم للانديه. ده اللي احنا بنعتمد عليه، زائد كاس مصر طبعا. فانت دلوقتي مطالب ان انت تجيب مدرب محترم. مطالب كمان ان انت في الصفقات لازم تعوض وسام ابو علي اللي انت مشيته. لازم تجيب فرود او اتنين. لازم على الاقل فرود افريقي محترم. فرود افريقي محترم، مش المهاجمين اللي انت بتجيبها من اي مكان. ومعاه مهاجم فلسطيني على الاقل، مهاجم كويس زي عودية الدباغ مثلا اللي موجود في الزمالك. مطالب ان انت خط الدفاع الكارثة. طبعا شفنا ياسين مرعي النهاردة، والله مدافع كارثة. كارثة ان المدافع زي ده يجي الاهلي اصلا. مطالب ان انت تعوض دلوقتي، تجيب حد زي عبد المنعم ترجعه تاني. مطالب ان انت سمعنا كلام ان في كلام مع اكرم توفيق، لازم برضو ترجعه تاني. هيسد لك العجز اللي موجود في الباك اليمين مع محمد هاني، اللي هو بيمشي اصلا على سطر وبيسيب سطر. وهتحتاجه كمان في نص الملعب، لان ديانج النهارده خلاص كان اخر ماتش ليه مع الاهلي وراح فالنسيا تقريبا. فهيسد لك في المركزين. طبعا انت دلوقتي هتشارك السنه اللي جايه السنه الجايه في الكونفدراليه، ومش موجود في دوري الابطال. طبعا احنا عارفين ان دي في حد ذاتها كارثه. بس احنا زي ما قلنا الجيل اللي موجود دلوقتي في الاهلي، جيل المليارات، جيل السوشيال ميديا واللقطة. امام عاشور بزيزو بالناس اللي موجودة دي كلها. الوحيد بصراحة اللي بشوفه بيدي من ساعة ما جوه تريزيجيه، اللي بشوفه انه قلبه على الفرقة، بيدوس في كل كورة. والوحيد اللي بشوفه اصلا بان عليه الزعل في جميع الماتشات يعني. وده كان نهاية الفيديو. ان شاء الله بنتمنى الموسم اللي جاي يبقى احسن للاهلي. بنتمنى الادارة تعيد تصحيح العك اللي كان موجود الموسم ده. بنتمنى صفقات تليق باسم الاهلي. بنتمنى مدير فني يليق باسم الاهلي. وان شاء الله اللي جاي خير. السلام عليكم.